ليه تروح مطعم الشيف براك وتدفع ثمن ثروتك كلها نص مليون جنيه وممكن تاكل البحر كله ب 110 جنيه؟ الاسماك والجمبري والطواجن والمكرونات والسندوتشات. ازاي يحصل كده في المكان ده؟ وازاي كل اكله الفسفور دي ب 110 جنيه؟ بما ان ماما بقى بتعشق اكله اسمها فسفور فكان لازم اخدها. لازم لما تنزل اسكندريه في كليوباترا على البحر عليك على طول وعلى وجبه جمبريكو. من اول شوربه السيفود اللي غرقانه في الزبده زي ما انت شايف كده لحد مكرونه السيفود. فين المكرونه دي قعدت 10 دقايق ولسه سخنه وبتمط معانا زي ما انتم شايفين كده. جمبري وكابوريا وبلح بحر وصبيط، كل انواع الفسفور اللي محشيه جوه المكرونه دي. لو انت بتعشق حاجه اسمها بولتي ارشح لك طبق الفسفور ده. لو انت عايز تاكل حاجه حرشه كده ارشح لك طبق البتنجان اللي بالفلفل المولع ده. الوجبات اللي عندهم اللي بتبدا من اول 50 جنيه. ده انا باول حاجه طبعا السلطات وويلكم درينك كده بينزلوه لك قبل ما تبدا تاكل اي وجبه انت بتطلبها. كم الدرينك ده بيبقى عباره عن شوربه سيفود كريمي او عاديه. ديها بقى لقينا اطباق الفسفور دي كلها نزلت. حد يقنعني ويقول لي ازاي كل الاكله دي كانت عامله 110 جنيه حرفيا. انا باول حاجه وهي شوربه السيفود اللي غرقانه في الزيت بقى بيبقى محشيه بلح بحر وصبيط وجمبري وكابوريا. عايز اكله محترمه فعلا تسد معاك من الاول للاخر اليوم كله، رشح لك المكان ده. هنا كانوا متوصيين بالحاجات اللي جوه الشوربه جدا. احنا بقى على اكلات السيفود الاصليه زي المكرونه والسمك البلطي والرز الاحمر. طبعا كل ده بيتعمل قدامكم، بيحط لكم الكزبره الخضراء على المكرونه على كل ده. انت كده ريحتها طالعه من قبل ما تدوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدت كل مطه تطلع كده من كل معلقه رغم اني سبتها 10 دقايق عادي. اوبا كده جمدان مع الروقان. جمبري الصراحه كان متغرق فيها بالبشاميل كده من جوه والسبيت. الجمبري غرقان فيها وهيغرق جوه قلبك وانت بتاكلها. لكن لو انت بتعشق بقى حاجه اسمها اسماك والرز والسلطه والكلام ده ارشح لك الطبق ده اللي بيتكون من سمكه بولتي ورز احمر وسلطه. الحاجه كمان عندهم اللي هم ما عندهمش ولا خدمه ولا ضريبه، والسلطات بتنزل لك مع اي حاجه بتطلبها، طحينه والسلطات وبابا غنوج. انا ما كنتش باكل سمكه بولتي، لا انا كنت باكل حته زبده زي ما انتم شايفين كده اللون اصفر ازاي. شوف بيطلع منها من النظره. صراحه ما كنتش حاسس ان انا باكل سمكيه، لا انا كنت حاسس ان انا باكل حته زبده عاديه. ده كفيل اللي هو يبسطك اليوم كله. خدنا على سندوتش البتنجان الحرش مع قرن فلفل، وده اكتر حاجه كانت حلوه الصراحه حرشه في المكان. نصيحه مني لو انت مش بتحب حاجه اسمها شطه مالكش دعوه بقرن الفلفل ده. غمزه في طبق البابا غنوج كده يسد ويلكم معاك كرشك. هو ايه ده؟ انا من كتر ما حبيت المكان ده حرفيا بقيت اروح عشان الطبق ده اساسا لو عايز اكل حاجه خفيفه. المكان هو وجبه جمبريكو في كليوباترا على البحر. ليه تروح مطعم الشيف براك وتدفع ثمن ثروتك كلها نص مليون جنيه وممكن تاكل البحر كله ب 110 جنيه؟ الاسماك والجمبري والطواجن والمكرونات والسندوتشات. ازاي يحصل كده في المكان ده؟ وازاي كل اكله الفسفور دي ب 110 جنيه؟ بما ان ماما بقى بتعشق اكله اسمها فسفور فكان لازم اخدها. لازم لما تنزل اسكندريه في كليوباترا على البحر عليك على طول وعلى وجبه جمبريكو. من اول شوربه السيفود اللي غرقانه في الزبده زي ما انت شايف كده لحد مكرونه السيفود. فين المكرونه دي قعدت 10 دقايق ولسه سخنه وبتمط معانا زي ما انتم شايفين كده. جمبري وكابوريا وبلح بحر وصبيط، كل انواع الفسفور اللي محشيه جوه المكرونه دي. لو انت بتعشق حاجه اسمها بولتي ارشح لك طبق الفسفور ده. لو انت عايز تاكل حاجه حرشه كده ارشح لك طبق البتنجان اللي بالفلفل المولع ده. الوجبات اللي عندهم اللي بتبدا من اول 50 جنيه. ده انا باول حاجه طبعا السلطات وويلكم درينك كده بينزلوه لك قبل ما تبدا تاكل اي وجبه انت بتطلبها. كم الدرينك ده بيبقى عباره عن شوربه سيفود كريمي او عاديه. ديها بقى لقينا اطباق الفسفور دي كلها نزلت. حد يقنعني ويقول لي ازاي كل الاكله دي كانت عامله 110 جنيه حرفيا. انا باول حاجه وهي شوربه السيفود اللي غرقانه في الزيت بقى بيبقى محشيه بلح بحر وصبيط وجمبري وكابوريا. عايز اكله محترمه فعلا تسد معاك من الاول للاخر اليوم كله، رشح لك المكان ده. هنا كانوا متوصيين بالحاجات اللي جوه الشوربه جدا. احنا بقى على اكلات السيفود الاصليه زي المكرونه والسمك البلطي والرز الاحمر. طبعا كل ده بيتعمل قدامكم، بيحط لكم الكزبره الخضراء على المكرونه على كل ده. انت كده ريحتها طالعه من قبل ما تدوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدت كل مطه تطلع كده من كل معلقه رغم اني سبتها 10 دقايق عادي. اوبا كده جمدان مع الروقان. جمبري الصراحه كان متغرق فيها بالبشاميل كده من جوه والسبيت. الجمبري غرقان فيها وهيغرق جوه قلبك وانت بتاكلها. لكن لو انت بتعشق بقى حاجه اسمها اسماك والرز والسلطه والكلام ده ارشح لك الطبق ده اللي بيتكون من سمكه بولتي ورز احمر وسلطه. الحاجه كمان عندهم اللي هم ما عندهمش ولا خدمه ولا ضريبه، والسلطات بتنزل لك مع اي حاجه بتطلبها، طحينه والسلطات وبابا غنوج. انا ما كنتش باكل سمكه بولتي، لا انا كنت باكل حته زبده زي ما انتم شايفين كده اللون اصفر ازاي. شوف بيطلع منها من النظره.
بصراحه ما كنتش حاسس ان انا باكل سمكيه، لا انا كنت حاسس ان انا باكل حته زبده السندوتش عاديه. ده كفيل اللي هو يبسطك اليوم كله. خدنا على سندوتش البتنجان الحرش مع قرن فلفل، وده اكتر حاجه كانت حلوه الصراحه، حرشه في المكان. نصيحه مني لو انت مش بتحب حاجه اسمها شطه مالكش دعوه بقرن الفلفل ده. غمزه في طبق البابا غنوج كده يسد ويلكم معاك كرشه. هو ايه ده، انا من كتر ما حبيت المكان ده حرفيا بقيت اروح عشان الطبق ده اساسا لو عايز اكل حاجه خفيفه. المكان هو وجبه جمبريكو في كليوباترا على البحر.